شات جي بي تي هيخليك لا مؤاخذة غبي. كل مرة عايزة أعيط بفتح شات جي بي تي عشان يلحقني وما يسيبش الأوفيس. يعني ساعات كده بخليه يقرا لي الكف مثلا. خليني احكي لك اللي حصل لما عملوا دراسه في MIT الشهر اللي فات عشان يشوفوا تاثير شات جي بي تي على عقولنا. خلوا 54 شخص اعمارهم بتتراوح من 18 ل 39 سنه يكتبوا اساي وقسموهم لجروبس، قسم استخدم شات جي بي تي، قسم استخدم جوجل سيرش، وقسم كتب من غير اي ادوات خالص وباستخدام جهاز اسمه EEG بيقيس قدرات الدماغ. قدروا يثبتوا ان المجموعه اللي استخدمت شات جي بي تي عندهم اكتر عقول كسلانه، وان الناس اللي كتبوا من غير اي ادوات كانت دماغهم شغاله على الاخر. مش بس كده، الدراسة كمان كانت مطولة وبعد كام شهر كرروا نفس الشيء تاني، والمجموعة اللي استخدمت شات جي بي تي فشلوا تماما في ان هم يركزوا او يفتكروا اي حاجة من اللي اتكتبت في المرة الأولى. فالدراسة كده بتثبت ان شات جي بي تي بيخلي مهارات الكريتيكال ثينكينج عندنا تقريبا معدومة. شات جي بي تي بيعمل لك ايه في شغلك او في كتاباتك؟ كل أفكار الصبح بتيجي من شات جي بي تي. بيعمل لي كل حاجه في الشغل حرفيا. اول لما بتزنق بدخل اسال شات جي بي تي. الدراسة كمان طلعت بيانات على التشارتس بتثبت ان مراكز التركيز والكريتيكال ثينكينج بتنام تماما عند الناس مع الاستخدام المتكرر لشات جي بي تي. يعني ريح شات جي بي تي شوية عشان قدام تستريح انت.